الضمور ده ما بيحصلش في يوم وليلة، ما بيحصلش في لحظة كده، لأ ده على مدى أسابيع وشهور. من التساؤلات أيضًا في موضوع الحقن الورم الليفي وتجفيفه مع الاحتفاظ بالرحم، اللي إحنا بنحقن إيه؟ بنحقن حاجات حبيبات صغيرة زي الرمل، مقاسات صغيرة جدًا بحيث إنها تخش تحشِّش جوّه الورم نفسه، فتعمل فيه نوع من الضمور. لمّا يحصل الضمور ده ما بيحصلش في يوم وليلة، ما بيحصلش في لحظة كده، لأ ده على مدى أسابيع وشهور. يبدأ أول تجربة لنا معاهم المتابعة بعد 3 أشهر وبعد 6 أشهر، خلاص؟ وأحيانًا يمتد المفعول لسنة كاملة، بحيث إن يفضل الورم ده يكِش، يكِش، يكِش. أقصى حدود الكشاشان بتاع الورم ده كام؟ إنه يقل 40 إلى 50%. يعني أبو 8 سنتي يبقى في حدود 4.5 مثلًا، عشان كده الحجم بتاعه بيقل. ولمّا الحجم نفسه بيقل، الإحساس بالألم بيروح، دي حاجة مهمة جدًا. بعد ما بنعمل كده الست بتقعد معانا 3، 4 ساعات وتروّح البيت، بتروّح البيت ومع الحقنة اللي هي القربة اللي فيها المخدر ديّة بتدّي لنفسها لمدة 3 أيام. بعد 3 أيام أو يومين ونُص أو يومين أحيانًا ما بيبقاش في إحساس بالألم خالص، وأصلًا مع المخدر ما بيبقاش في ألم. وبعد كده بتبتدي بعد ما تالت، رابع يوم تبتدي تتحرك حياة عادية وتعود إلى حياتها الطبيعية في ظرف أسبوع أو أقل. إذا كان كده يبقى يعني الوضع ده مناسب جدًا للسيدات، لإنه بيؤدي إلى تحسُّن في الأعراض، وفي نفس الوقت ما بيشغلهمش فترة طويلة بعيد عن حياتهم اليومية. الوضع قبل، أثناء، وقبل وبعد الحقن الورم الليفي الأمور مقبولة جدًا، جدًا بالنسبة للسيدات.